السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الصيدلانية تهاني الغامدي من مدينة الملك سعود الطبية. ما هو دواء الإنوكسابارين؟ هو عبارة عن دواء مسيل للدم يمنع حدوث خفرات في الدم لمنع التجلطات الدموية. لماذا نستخدم الإنوكسابارين للحامل؟ نستخدمه لحمايتها من حدوث مضاعفات أثناء الحمل بسبب الجلطات الدموية، وكذلك لحمايتها من مضاعفات الحمل مثل تسمم الحمل، وكذلك يستخدم للنساء بعد الولادة خاصة إذا كان لديهم تاريخ مرضي بحدوث الجلطات. أماكن حقن الإنوكسابارين تستخدم مباشرة تحت الجلد بحقن الإبرة، إما في جانبي البطن أو في أعلى الذراع من الخلف أو في منطقة الفخذ الأمامية. عند إعطاء دواء الإنوكسابارين عبر الحقن تحت الجلد، أولاً يجب غسل اليدين جيداً وتعقيم المنطقة بمسحة كحولية. قومي بإمساك الجلد وطيه بين الإبهام والسبابة، والتأكد من إدخال كاميرا الإبرة في الجلد بشكل عمودي. لا حاجة لطرد الفقاعة من حقنة دواء الإنوكسابارين قبل القيام بعملية الحقن. الحرص على تغيير وتبديل أماكن الحقن، كما يجب عدم فرك مكان الحقن لتقليل كمية الكدمات. تذكري دائما أن صحتك وصحة جنينك هي الأهم، لذلك استشيري طبيبك قبل تناول أي دواء أثناء الحمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الصيدلانية تهاني الغامدي من مدينة الملك